بصوا الجمال، بصوا العسل، بصوا جميل ما شاء الله تبارك الله. يعني الكريب كما يجب، الكريب على أصوله ولا غلطة، اللهم بارك تبارك الله، ولا غلطة في الكريب باي. النهاردة حنعمله أحلى وأجمل وأسهل كريب ممكن تشوفوه. لا كلفنا حشو ولا كلفنا مكونات ولا كلفنا إمكانيات للعجين ولا كلفنا أي حاجة. أسهل عشوة كريب ممكن تعمليها لعيالك بأبسط الإمكانيات اللي عندك. بصي إحنا لا عندنا لبن ولا عندنا بيض ولا عندنا بانيه ولا عندنا أي حاجة. أحلى عشوة كريب ممكن تجربيها وممكن تشوفيها. بصي الجمال ما شاء الله، وبصي الدلال، وبصي الدلع، وبصي الجهاز. يلا تعالي النهارده حنشوفوا ايه عاد احلى طريقة كريب ممكن تقابليها وممكن تاكليها. شايفين الجمال. وخلي بالك 4 كوبايات دقيق انا ما عملتهمش كلهم، يعني 4 كوبايات دقيق جابولي ما شاء الله تبارك الله 12 كريبايه. ادي اللي انا حشيتها منهم دلوقتي عشان يتعشوا بيه، والباقي قاعد لهم طبعا ايه حنشوفه، يعني نعملوه في الفطار، نعملوه في اي مكان. ولكن ما شاء الله تبارك الله على الكميه وعلى النتيجه خطيره ما لهاش حل. طبعا مش هنقول لك تعملي لي لايك عشان انت هتعملي لي لايك من نفسك، اللايك هيدعمني ويرفع الفيديو ويخليه يتشاف بشكل افضل. اشتركي ونوريني وسيبي لي كومنت بدعوه حلوه ولك بالمثل يا رب ان شاء الله. والله النهارده هنعملوا كريب. ما عندناش لبن معليش، ما عندناش بيض مش مشكله، ما عندناش بني ما يضرش. بصوا ما فيش اي حاجه هتوقفنا. هنعملوا النهارده حبايه كريب اقتصاديه، انما ايه عسل والله ما هتكلفنا حاجه يعني باقل الامكانيات هنعملوا شويه كريب الناس تحكي وتضحك بيها، زي ما شفتوا في اول الفيديو كريب طالع يغني. يلا تعالى هنقولكم على المقادير. دول حوالي 4 كوبايات دقيق عادي متعدد الأغراض يعني، تمام. فدول 4 كوبايات. عملت لكم زي الشفات هنا وعبيت المعالق دول معلقة سكر ومعاهم نص معلقة ملح، تمام. وهنحط لهم معلقة نشا. ما عندكيش نشا ما تحطيش ما يضرش، ودي معلقة نشا. وعندي هنا بيكنج باودر، هنحط ايه حاجة بسيطة خالص لا تذكر. وهنبدأ نخلط المكونات الجافة دي كلها مع بعضها، تمام. هنبقى بعدين مجهزة مين الخلاط. والله في خلاط هتحطيهم بالمية قد ما هتحطي مية حطي دقيق. يعني هنا انا حاطة 4 معالق دقيق، حطي معاهن 4 كوبايات مية عادي من الحنفية. حطي 3 حطي 3 مية، يعني قد المية دقيق، او على حسب نوع الدقيق بتاعك برضه هتتابعي. هنوريكي في الاخر القوام المفروض يبقى ازاي وانت تتابعي. ادي هنا جبت شفشة الخلاط حطيت فيه 4 كوبايات مية من الحنفية. وادي جبت الزيت عشان هنحط كد ربع كوباية، يعني ربع كوباية زيت، تمام. وهنحط المكونات الجافة اللي انا عملتها وهنبدأ نضرب. ادي هنا هنحط الزيت حوالي ربع كوباية كده مثلا، ادي كفاية، تمام. وهنبدأ نحط المكونات الجافة وبعدين هنبدأ ايه هاتك ضرب في الخلاط. ادي حطيناهم كلهم في الخلاط وهنبدا نشغل الخلاط عشان ايه عشان نضرب كويس خالص. هنروح نحاول كل شويه نقعد نفتحه ونديه ايه تقليبه، نديه تقليبه عشان أتبقى فيه حتت ناشفة كده في الجناب وأتبقى فيه حتت لازقة في الشفشف. فأنا إيه عشان نتأكد إن كله اتضرب كويس وكله خد الضربة بتاعته. ادي ده القوام المطلوب بتاعي، يعني ادي ده القوام اللي انا عايزاه في الاخر، عايزاه يبقى بالشكل ده على حسب نوع الدقيق اللي انت حطيتيه. يعني انا مثلا هنا احتجت حطيت نص كوبايه ميه تاني لاني حسيته تقيل شويه ولسه هيقعد يرتاح فحيشد تاني، فحطيت هنا 4 كوبايات ونص ميه. فعلى حسب نوعيه الدقيق اللي انت عايزاها اللي انت قصدي مستخدماها هتستخدمي ميه. فهنا ده القوام اللي احنا عايزينه في الاخر، تمام.
الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نفوته او نعديه على مصفى. ليه؟ عشان اي تكتلات حصلت، اي حاجة، اي بتاع، نضمن ان العجينة تطلع عندي ناعمة وتطلع عندي ايه كويسة، ما فيهاش اي بزاغيل ولا اي كلاكيع ولا اي تكتلات. يعني لو انت برضو عاملاها بمضرب على ايدك باي حاجة برضو ايه الخطوة دي مهمة. انا هنا لو هتلاحظ ان انا هنعمل على شفشف عشان يبقى سهل عليا لما نجي ان لما نجي نعمل يعني لما نجي نسوي نكب كب على طول، ما نحتاجش ايه ما نحتاجش اي حاجه. بصوا ما شاء الله نازل جميل يعني القوام بتاعه عسل حلو خالص ما شاء الله. ماسك في نفسه كده وايه وجميل يعني مالك في بعضه كده وحلو. بصوا ما فيش اي حاجه في المصفى عموما، ولكن زياده تاكيد، زياده حرص ان انت اتعديه على المصفى. ادي نحلفها طبعا نزلي كل اللي عندك ولا قطر يقعد. يعني ده كريب، اي نعم ما فيهش يعني اي حاجات مكلفة، بس كريب يعني اهو. هو المصفى يعني ايه ما نزلتش حاجة وما عملتش حاجة. هنسيبوه يرتاح 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين ايه نبدأ او نسوي فيه، وحنوريكم دلوقتي هنسويه ازاي. هنطفوا ايه العلابيك دي والدنيا الخربانه والبايظه دي هنطفوها وايه ونبدأ. بصوا ادي هنا خلاص كده العجينه ارتاحت، يعني ليها حوالي نص ساعه مسافه ما غسلت المواعين وفي حبات غسيل نشرتهن وكده، كانت ما شاء الله. بصوا ارتاحت وتخنت، تقلت كده شويه وبقيت ايه ممتازه. بص القمر ده، بص العسل ده بص الجمال ده. ده الكريب ميكر او اللي هو جهاز الكريب اللي هنعمله عليه الكريب. انا ما عنديش طاسه غير لاصقه، ما عنديش طاسه تيفال اصلا. فجيت عشان نجيب لي طاسه او ندور لي على طاسه، لقيت الاسعار ايه عاد فوق عاليه يعني. فرحت انا وانقلب لقيت ده تبع سكان، فحسيت سعرها حلو يعني مناسب، يعني شبه سعر الطاسات. فقلت طب يا بيت، طب ما يعني حاجه بحاجه، طب ما نجيب ده بالمره يعني طاسه ولي اكيد ليه استفادات اكتر. يعني انا لسه ما استكشفتاش كتير لان لسه شبه جديد يعتبر. فايه قلت نجرب، فرحت اشتريتها. ده حوالي متهيألي ب2000 جنيه يعني ما شاء الله. حلو كبير يعني حلو خالص. اديني اهو موصله في الكهرباء، واهلونا هنا بقى اخضر، معناه ان هو ايه اوصل للسخونيه المطلوبه تمام. يقولوا ان يتعمل عليه عيش مصري. عايزه نجربه معاكم ونشوفوه. نجربوه نشوفوه يعني هيبقى عامل ازاي، اداء هيبقى عامل ازاي في العيش المصري. المهم يلا نعملوا فيه الكريب. انا هنديها هنا مسحه بالفرشه، يعني فرشه بتاع. بصوا تلاقوني نهتانه رحت نشرت الغسيل وجيت يعني. فايه يلا هنبدا ونشتغلوا على طول عاد ايه في الكريب. واديني جيت هنا جهزت شويه البطاطس، لاني احنا هنعملوه بالبطاطس يعني مش ما عندناش مثلا بانيه ولا فراخ ولا لا، هنعملوه بالبطاطس عادي خالص. يعني هتشوفوا معايا دلوقتي هنعملوه ازاي. ويلا هنبدا ونشتغلوا ونشوف القمر الجهاز العسل ده يشتغل ازاي، وهيطلع الكريبايه شكلها عامل ازاي. هذه هنديها سيكه زيت بسيطه خالص 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 تمام. وهنبدأ نوزعها حلو على الصاج بتاع الجهاز ده اها تمام. وهنا هي سخنت يعني. بصوا ادي سخنه خالص. والجهاز ده جاي معاه دوله، جاي دي اللي انا نمسكوها نقلبوا بيها، هتشوفوني رجعنا وشغاله بيها. وجاي البتاع دي اللي هتلف، اللي ما مش هنعرف نستخدمها مش هنعرف ان هنحاول معاكم دلوقتي. انا عامه مش ما حاولت يعني ما عرفتش نستخدمها. ادي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين لان هو سخن يعني. اوب 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 اوب. مش حاسه اني عارفه نعمل بيها، مش عارفه نعمل بيها يعني حلو ادي. ولكن مش وحشه يعني مش بطاله. انتوا حاسين ان الكريبايه صغنونه، ولكن بصوا
الكرباية ما شاء الله كبيرة، ولكن هو اللي اللي كبير ما شاء الله، هو اللي يعني حجمه واسع وكبير، فانتوا حاسين ان الكرباية فيه صغنونة، ولكن لا، الكرباية كبيرة. لو عايزين نعملوها حجم جنبه كده هتبقى ما شاء الله كبيرة كبيرة يعني، ولكن انا بالنسبة لي ده الحجم المناسب للعيال عشان نعرفوا نحشوه، نعرفوا نتعامل. بصوا بكل سهولة ما شاء الله، بكل سهولة بدأت تطلع، ولكن انا هنطلعها بالبتاعة دي عشان ايه نعرف نتحكم فيها بشكل افضل. اها شايفين بكل سهولة ما شاء الله، استخدامها سهل سهل خالص وبسيط. طبعا الزيادات دي ولا كأنكم شايفين ولا كأنكم مضرين، هي لازم ايه عم نقول احنا اول بيضة للغراب، لازم اول بيضة تطلع بايظة، فمحدش يركز يعني. باذن الله حنظبطها من المرة الجاية، ولكن انا دي حاسه اني مش هنعرف نتعامل بيها. هنجيب البتاع، هنجيب اي حاجه دلوقتي، معلقه ولا كبشه، وممكن تطلع افضل باذن الله. ما تبخلوش عليا باللايك، اللايك يدعم الفيديو ويرفعه ويفرق معايا بشكل كبير خالص في الفيديو والله. يعني لو انتوا وصلتوا لحد هنا حطوا لي لايك، اللايك يدعمني بشكل كبير ويرفع الفيديو ويخليه يتشاف بشكل افضل يعني. ف احنا اللهم لك الحمد يعني كنا وين وبقينا وين، هنا فوق ال 3000 مشترك يعني، الحمد لله باذن الله يا ربنا يكرمنا وان شاء الله تبقى احسن من كده واكتر من كده، ولكن الحمد لله يعني. فايه ما تبخلوش علينا باللايك. ادي هي كده خلاص تمام ما شاء الله. خلاص هنطلعها على صينية يكون مفروشة قماشة قطن. عشان ايه؟ عشان هي سخنة، عشان ما تلدنش يعني، ما هتعرق وهتلدن وهتبقى حالتها صعبة. فانا هنحط لها من تحت قماشة ومن فوق كيس عشان ايه تبقى كويسة معايا. جينا هنا بنفس الفرشة هيني، مش هنحط زيت تاني، ولكن بنفس الفرشة اللي انا اشتغلت بيها هندي مسحة بالزيت اللي في الفرشة يعني، فاهمين؟ مش هنحط زيت تاني اهو. وهنبدا نصب التانية. المره دي مش هنستخدم دي حاساها هتبوظ لي الدنيا دي. فهنجيب بصوا، هنجيب الكبشه وهنوريكم هنعملها ازاي بالكبشه. ما لقيتش الكبشه بس لقيت التنك. محدش يضحك علي يعني الجيش قال لك اتصرف يعني. هنوقفوا الدنيا مش هنوقفوها. تعال نجرب ونشوفوها هتبقى ازاي بيها. وهالعيال جو من الكتاب وايه هيتفاجئوا اهو. بصوا 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 زي العسل اها. دي هنبدأ نصب وادي عسل. قال بلا عصاية كريب بلا معصايتش كريب والله العظيم. شايفين الجلع؟ شايفين؟ طلعها مساوية وحلوة وجميلة بلا نشيب بلا كلام. احنا بصي الجيش قال لك اتصرفي يعني. والله التنكة دي خطيرة لهاش حل. بما ان هي سخنة عملت اللون الاخضر فهي سخنة. فبصوا ما شاء الله اللهم بارك، على طول على طول ادي يعتبر شبه استوى الناحية التانية. هنبدأ نقلبها على الناحية التانية وتاخد لها دقيقة من هنا ودقيقة من هنا، ونطلع على طول ونحطها ايه هنا في الكيس. بصوا مهما تقعد ما شاء الله ما تحمرش. هو المفروض ما يبقاش لونه احمر يعني الكريب، يبقى كده مستوية. بصوا ما شاء الله تبارك الله. زي ما قلت لكم هي مش صغيرة، هي البتاع الحجم بتاع الجهاز نفسه ما شاء الله كبير. فالكريبات دي حلوة، ده حجمها مناسب يعني شبر وحاجة، يمكن 2 شبر ما شاء الله. فالحجم ده مناسب خالص وحلو خالص ليا. بصوا ادي بدأت ترفع من الجناب فكده ايه هنبدأ نقلبوها تتقلب معانا بمنتهى السهولة شايفين الجمال؟ شايفين الجلع؟ شايفين العسل على اول كلب؟ خلي الشعب هيس. عيال جايين من الكتاب فرحانين فرحة لما لقيوا الكريب. يا الفرحة يا الفرحة.
قلبناها على الناحية التانية وايه دقيقة وحنطلعوها. يعني سبحان الله فعلا اللي لاحظت ان هي مش هتحمر الكرباية، مش عارفة ليه. يعني شفت شيفة يقول ان الكرباية اصلا عجينة الكريب المفروض ما تبقاش محمرة، يعني نحمروها بعدين. احنا ايوه نحمروها بعدين، ولكن سبحان الله فعلا دي ما شاء الله تستوي خالص، وما نلاقيش فيها النقط الحمراء دي اللي لا تبقى الا في مناظر. يمكن لو نسيتها مثلا وسيبتها هنا اتحمر، لكن غير كده هتبقى اللي هي لونها زي ما هو سادة وجميل موحد كده. لا والله جميلة بصراحة، يعني شروة في الجون، يعني شروة حلو. هنبدأ هنا أنا إيه إن نخلص الكمية كلها اللي عندي مرة واحدة بنفس الطريقة. ندي بين كل كربيتين مثلا أو 3 ندي دهنة بسيطة من الزيت، تمام. وهنبدأ نخلص الكمية كلها، وبعدين نرجع مع بعضنا عاد إيه في الحشو اللي على كده، اللي اقتصادي خالص، اللي يعني مش هنبقوها عمايل كريب عشان ما عندناش حشو او عشان ما عندناش امكانيه. لا ده احنا هنعمله وهندلع احلى دلع يعني ولا هيفرق معانا. فانا هنخلص الكميه كلها اهو، بصوا ما شاء الله هنخلص الكميه كلها، وهنرجع لكم لما نبدا ايه نحشو اهو. قاعد ما شاء الله تبارك الله خلصت الكميه كلها اللي هم 4 كوبايات. بصوا الكربايه اتغني والله العظيم. الاخيره دي كانت حجم عائلي حجم جنبه كبيره، عملت ما شاء الله تبارك الله 12 كربايه. جهزنا الحشوات واشترينا كيس موتزاريلا، يعني صرفنا وكلفنا النهارده ادي الشطه خضراء او فلفل اخضر قطعته كده شرايح، وادي طماطم برضو نفس التقطيعه، وادي شويه خس، وادي البطاطس المحمره. وهنبدا هنبدا نحشي فيهم دلوقتي ونحمرهم، وهنشوفوا مع بعضنا ايه هنعمله. الكربايه هنجيبها هنبدا ايه نطبقها كده، وايه طبعا اذواق، هما هيحبوا الميكس الجبنه بالبطاطس، فانا هنحط لهم الجبنه من تحت الاول، جبنه عاديه تمام. ادي لحسه جبنه صغيره، وبعدين هنحطه لحسه اسمها مين ده قولوا معايا ليه رادش ينزل، لحسه كاتشب صغيره، وبعدين هنحط البطاطس ادي، هنحط الفلفل الاخضر، الشطه الخضراء، نسيت ما نحط الموتزاريلا من تحت بس ايه ما فيش مشكله، وهنحط شويه الخس. لا وهنبدا نحط الطماطم ادي، وهنحط ايه هنفتح كيس الموتزاريلا ونحط الموتزاريلا من فوق. ادي فتحنا كيس الموتزاريلا، نحط رشه الموتزاريلا من فوق، واضرب يا معلم واضرب يا معلم. وهنبدا ايه نكفل. طبعا بما ان هو طري ما شاء الله وطري خالص يعني فاهمين، فمش هيتعبني في القفله، هيمسك في بعضه هيشبك في بعضه ايه بشكل اسرع. ادي كده جهزنا اول واحد. هنبدا نجهز الباقيات بنفس الطريقه وبنفس الشكل. هنحط الحشوات بتاعتها، وهنبدا ايه لا بصوا في حركه هنا قالت عليها شيف ان احنا نحطه في الحته دي حته جبنه كده، وبعدين نروح نقفله عليها، هتروح ايه تقفل معاه كويس وتمسك معاه بشكل اكبر. هنبدا نعمل باقي الحشوات بنفس الشكل كلهن، وهنبداوا ايه نحمروها في الطاسه. جبت طاسه هنا على النار على البوتاجاز، وحطيت فيها معلقتين زيت او 3 اهماتي يعني حاجه بسيطه خالص حطيتها فيها، وهنبدا نحمر في الكريب اللي انا حشيتهم اهو.
ما شاء الله الكرباية ماسكة نفسها وحلوة وشديدة، يعني مش طرية ولا معجنة ولا أي حاجة. أدي إيه ماسكة نفسها على الآخر ما شاء الله. هنبدأ نحطها في الزيت. استنى بس إيه ندخلوا الحشوات كده عشان مفيش حاجة توقع مننا في الزيت. أهو تمام. نجيبوا التانيات نفس الشكل، نبدأوا نحمروها. اهو بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا بعد ما تحمر. شايفين حاجة ما شاء الله، الله حاجة فاخرة كده، حاجة فاخرة وخطير وجميل. ما خدش مجهود وما اقل الامكانيات الممكنه عنديكي في البيت. عملتي احلى عشوه للعيال والله العظيم. فرحانين خلي بالكم محجزاهم حجيز دلوقتي عايزين يدخلوا يهجموا. يعني حاجه ما شاء الله تبارك الله فاخر من الاخر. لا تكلفنا في حشو ولا تكلفنا في عجينه ولا تكلفنا في اي حاجه. عشوه كريب بابسط الامكانيات وبابسط ما يمكن. فرحت عيالك وبسطيهم وعملتي حاجه مختلفه وحاجه جديده. طبعا ما تنسيش تحطي لي اللايك يدعمني ويرفع الفيديو ويفرق معايا جدا في الفيديو. شايفين العسل، شايفين الجمال، شايفين الكرباي، شايفين حاجة فاخر من الآخر، حاجة فخمة يعني، حاجة فخمة كده خطيرة.